مش كل اللي ماتوا ارتاحوا، ومش كل اللي عاشوا في النور كانوا أبرياء. سعاد حسني سندريلا الشاشة، الست اللي أسعدت الملايين وماتت مكسورة، كانت شايلة سر تقيل عن راجل واحد اسمه الحقيقي اتدفن، واسمه الرسمي حكم الإعلام سنين. القصة دي مش عن فنانة بس، دي عن قوة بتكسر وملفات بتسكت وحياة دفنت وهي عايشة. بعد نكسة 67 مصر دخلت واحدة من أجرأ وأخطر التحقيقات في تاريخها، قضية انحراف جهاز المخابرات ظهر فيها اسم ضابط اسمه الحركي موافي. التحقيقات حسب ما نشر لاحقا اتكلمت عن حاجة اسمها عمليات الكنترول، يعني السيطرة على شخصيات مؤثرة بصور وبتسجيلات وبعلاقات خاصة تتحول لسلاح سياسي. القضية خلصت، أسماء اتحكمت وأسماء اختفت ومنهم موافي، لكن بعد سنين رجع مش بنفس الاسم، رجع باسم صفوت الشريف. سعاد حسني ما كانتش فنانة عادية، كانت نجمة ومؤثرة ومحاطة بالضوء، وحسب مذكراتها اللي اتنشرت بعد وفاتها وحسب روايات مقربين منها دخلت في دايرة ضغط ابتدت في فترة حساسة جدا من حياتها. سعاد قالت في مذكراتها انها كانت بتتعرض لمحاولات للدفع بيها لعلاقات مش بإرادتها مع شخصيات نافذة تحت ستار مصلحة البلد، وإنها كانت حاسة إنها مراقبة ومحاصرة ومهددة. في نفس الوقت كان في موسيقار اسمه عمر خورشيد صديق مقرب وسند، وحسب روايات شقيقه إيهاب كان عمر بيحاول يحمي سعاد. إيهاب خورشيد قال إن أخوه واجه صفوت الشريف وهدده بفتح اللي بيحصل لو استمر الضغط على سعاد. وحسب نفس الرواية من اللحظة دي ابتدت العائلة كلها تدخل في دايرة انتقام. بعدها حصل حادث عمر خورشيد الشهير 29 مايو 1981، حادث سيارة في شارع الهرم. البيان الرسمي قال حادث سير، لكن تقرير طبي شرعي حسب رواية الأسرة ذكر جرح قطعي نافذ في الرقبة. مها عوف زوجته قالت إن الإزاز ما بيسببش الجرح ده. مديحة كامل قالت إن عربية كانت بتطاردهم، ومديحة كانت معاه في نفس السيارة لأنها صديقة الأسرة. ولا تحقيق اتفتح بجد ولا أسئلة اتجاوبت. بعد وفاة عمر سعاد اتكسرت، حياتها بقت عزلة واكتئاب وخوف دائم وسفر ومحاولات ترجع ومش قادرة. وفي مذكراتها قالت إنها كانت حاسة إن في ناس مش عايزاها تتكلم، لحد ما ماتت سنة 2001 في لندن في حادث لسه مختلف عليه لحد النهاردة. القصة دي مش بتقول إن شخص واحد عمل كل ده لوحده، القصة عن سلطة بلا رقابة، ملفات بلا رحمة، وناس اتحطت بين يا تسكتي يا تتكسري. سواء صدقت الروايات دي أو شفتها مجرد اتهامات، في حقيقة واحدة صعبة: سعاد حسني ماتت وهي موجوعة، وعمر خورشيد مات وإشارات استفهام حواليه لغاية النهاردة. الملف اتقفل، بس اتقفل بدري قوي.